صباح الخير أصدقائي، إن شاء الله ألف مبروك للسوريين اللي إجوا على ألمانيا قبل هي بسنة وبسنتين وبسنتين ونص وب3 سنين. العالم اللي كانت عم تستنى الإقامات، على قرار البنف إنه يعطي إقامات للسوريين المستحقين. بركز لي على كلمة مستحقين، إنهم ياخذوا إقامة، بس مو إقامة حماية ولا إقامة لجوء. الإقامة هي عبارة عن إقامة ديلدونغ، يعني منع ترحيل، إقامة منع ترحيل مؤقتا. وهذا الشيء يعني هي فرصة كتير منيحة لكل شخص موجود بألمانيا وإذا حصل على هاي الإقامة. تواصلوا كتير معي عالم إنه نحن أخذنا بفلان تاريخ وزبطنا وهيك. هاي الحركة كتير حلوة لكل شخص موجود بألمانيا. بيطلع له هاي الحركة بإنه عم يعطوك فرصة لحتى تثبت وجودك، أو أنت شخص قادر إنك تندمج بهذا المجتمع، أو قادر إنك تعتمد على حالك وتظبط وضعك لحالك، ولا غير قادر. يعني هاي فرصة كتير حلوة وخطوة كتير كويسة. مجرد ما شافوا الوضع بسوريا منيح وخرج الترحيل، فورا رح تترحل ورح تسحب منك الإقامة. مشان هيك اسمها ديلدونغ، والكل يعمل إعادة نشر مشان غيركم كمان يستفيد. وشكرا.